السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ المقطع حبيت نذكر حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث موجود أمامي، وهو عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. الحديث واضح جدا. معنى الحديث إن من أعظم الكبائر سب الوالدين. قالوا: كيف يا رسول الله، معقولة إنسان يسب أبوه وأمه؟ قال: نعم، لما تسب أب وأم شخص آخر وكأنك سببت أباك وأمك. اللي حصل الآن، وأنا بصراحة يعني نقدر نقول أني مستغرب شوية بحكم أن ثقافتنا كليبيين. طبعا نحن نحب ونحترم كثيرا الشعب السعودي، ونعرف أن الشعب السعودي من أحسن الشعوب، من أحسن، أو خلينا نقول أحسن شعب عربي محافظ وملتزم بالدين وبالعادات والتقاليد. هذا لا يمنع أني أنا أعترض تماما من كلمة الشعب السعودي أحسن شعب. أغلب السعوديين من أحسن الشعوب تطبيقا لكتاب الله ولسنة رسول الله. أغلب السعوديين، مش كل السعوديين. يعني زي ما من الظلم شتم لبنان ووصفها بالانحلال لأن فيها ناس ملتزمين جدا جدا ولو زكيم على الله، زي ما من الظلم برضو أني نقول السعودية أو السعوديين من أحسن الناس، لأن في بعض الناس من السعوديين أصلا يعني ما نبش نقول كلمة مش كويسة، هم يعني غير خلوقين، ناس غير خلوقين. والدليل أنه عندي مقطع على اليوتيوب وجدت تعليق اليوم من شخص اسمه 777 TURKI معناه 7777 تركي. اوكي، طبعا انا شفت الصفحة بتاعه، هو سعودي بالتأكيد، وشفت تعليقاته كيف يشتم في الشعب المصري وكيف يشتم. انا ما يهمنيش، انا يا ريت شتمني، يا ريت قال عني مثلا انا اكرمكم الله كلب، يعني حتكون مقبولة. بس المشكلة انه هو قال اي سعودي يشوفك يتكلم لي انا طبعا على اليوتيوب، موجودة على اليوتيوب، اي سعودي يشوفك بيلعن جدك يا ابن الكلب، اهتم في شؤون بلدك يا الحقير. انتبهوا منه، كل الفيديوهات حقه عن السعودية يسب الكلب الحقير. أنا عندي 3 أو 4 مقاطع على السعودية، كلها كانت تساؤلات وليست اتهامات. أنا كنت أسأل الشعب السعودي، مثلا استضافة الرئيس التونسي، سألت هل هو مستضاف من قبل تجار فيكون الشعب المسؤول؟ هل مستضاف من قبل وزير فتكون الحكومة مسؤولة؟ هل مستضاف من قبل الملك فيكون الملك هو المسؤول؟ أنا تساءلت. وعندما دعيت للمظاهرات في السعودية، أنا لم أدعو للمظاهرات في السعودية، أنا تساءلت لأن هناك عالم سعودي موجود على اليوتيوب صوت وصورة، قال بأن الملك محبوس من قبل العلمانيين منذ 1.5 سنة. فأنا تساءلت، قلت يا ترى لو خرجنا الآن في مظاهرات لإعلام الملك حفظه الله، أوكي، نخرج في مظاهرات لإعلام الملك بالفساد المالي والإداري الحاصل على الشعب السعودي من قبل البيطانة الفاسدة. يعني أنا كلامي كان منقول عن عالم سعودي جليل ومعروف جدا في كل السعودية. فإذا كنت أنا علماني أو عميل لإيران زي ما قالوا، أو صهيوني أو ابن كلب أو كذا، فالكلام اللي يقال لي ينطبق على العالم السعودي. أنا كلامي كان منقول من عالم سعودي وليس حتى من شخص سعودي عادي. يعني على العموم تحية لكل سعودي أعلق تعليق محترم، تحية إلى كل سعودي أثبت لي أن السعودية فعلا تستحق لقب بلاد السنة. بصراحة أكثر من 95% من التعليقات كانت قمة في الرقي وقمة في الاحترام. البعض ينقصها الفهم، يعني اتضح لي أن في بعض الأشخاص غير مهتمين بالشأن السياسي في السعودية من السعوديين أنفسهم، لكن هذا مش عيب ومش غلط. يسألوا ابعث لي رابط، أبعث لهم رابط. فالحمد لله الشعب السعودي زي ما أنا كنت متوقع شعب محترم وشعب راقي جدا، لكن ما يمنعش أن في وسط كم ناس لا يمتوا للأخلاق بصلة. وأنا أتمنى من السعوديين أنفسهم أن يردوا عليه، يقولوا له يعني اتق الله في سمعة السعودية. هو لا يمثل إلى نفسه، هذا أمر مفروغ منه، بس أنا أتمنى أنكم تقولوا اتق الله في نفسك. وصدقوني مقاطع على السعودية لا تحتوي على أي كلمة أو حرف مخالف لكتاب الله ولا لسنة رسول الله ولا للأخلاق ولا للعرف إطلاقا. كل مقاطعي كانت قمة، أنا لا أزكي نفسي لكن هذا هو الواقع، مقاطعي كانت قمة في الأدب والأخلاق. لأني أنا أي مقطع أنزله وتكون في كلمة تزعل مني شخص ولو حتى بالتلميح، مباشرة أقوم بمسح المقطع. وأكيد في ناس فاهمة على إيش نتكلم، تمام؟ فأتمنى
من السعوديين انهم يوسعوا بالهم علي شويه. تمام؟ انا لما اتكلم للمصلحه العامه، وانا من حقي اتكلم عن السعوديه زي ما من حق الملك السعودي او الحكومه السعوديه او الشعب whatever يستضيف الرئيس التونسي، زي ما من حق الجزائر تستضيف الهاربين والسارقين من ليبيا، زي ما من حق العلماء السعوديين يفتوا للمواطن الليبي، زي ما من حقي انا اتكلم في الشأن السعودي، لاني انا مسلم والسعوديه بلد مسلم. هدفي ونيتي خليها مع الله، ادعي علي، اقول الله يعطيني على قد نيتي، الله يحاسبني على قد نيتي، والله بيتصرف معي. بس انا حبيت اوضح ان المقطع، نعم ليس كل السعوديين محترمين، نعم ليس كل السعوديين يلتزمون بكتاب الله وبسنة رسول الله، والدليل هذا السعودي اللي هو 777 تركي، يعني بيقول لك يعني لعن جدي ولعن ابي، وسبحان الله هو في الحقيقة يعني بالاضافة الى انه اهداني حسنات، يعني هو خسر حسنات، بالاضافة الى انه شتم ابوه وامه. يعني انا رجائي من كل الامة الاسلامية، اذا انت متضايق مني اشتمني انا، قل عني انا كلب، قل عني انا حقير، وانا من الان اقول لك والله اني مسامح كل من شتمني، اقسم بالله اني اشهد الله اني مسامح كل من شتمني. لكن انا زعلان عليكم لما تقول شخص ينعن دينك او ينعن دين ابوك، هو يشتموني على اساس اني انا يظنوا اني من الشيعة او من الخوارج. انا الحمد لله منهجي معروف من الحمد لله من سن 21 سنة، منذ أنا اعتنقت الإسلام في سن 21 سنة إلى الآن، وأنا منهجي معروف، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لست شيعي ولست صوفي ولست سني ولست سلفي ولست وهابي، مع احترامي للجيدين منهم وعدم احترامي للغير جيدين منهم. أنا لا شيء، حنيفا مسلما وما كنت من المشركين. الرسول محمد كان مسلم، الصحابة كانوا مسلمين، أنا أتمنى يا رب أن أحشر معهم، لا أنضم إلى أي جماعة ولا إلى فكر ولا إلى توجه، لاني إخواني ولاني سلفي ولاني صوفي ولاني شيعي، شيء لا شيء، أنا مسلم. فرجاء ما تصدعوش راسكم وراسي بالاتهامات، إيش يقول لي صوفي، إيش يقول لي سلفي، إيش يقول لي إخواني، إيش يقول لي وهابي. فنسأل الله لي ولكم الهداية والثبات، ولا أزال وسأستمر إذا الله مات في عمري أنتقد كل الأخطاء في كل الدول العربية. وعلى فكرة عندي مقاطع على مصر وعلى ليبيا بالنسبة يقول لي ليش ما تتكلمش على بلدك. بالعكس أنا يعني متفتح جدا، بس لما يقول لي حد ان 22 ليبي دخلوا اعتنقوا الديانة المسيحية وهناك قناة تنصيرية، بالعكس بارك الله فيك، معلومة جيدة، يا ريت تبعث لي رابط القناة عشان أنا أتناقش مع القناة وأشوف هل القصة صحيحة أو غير صحيحة. بس يعني وأتمنى بس إنه، وفي شخص يقول لي أنت اتق الله كيف تلعن وتسب الشعب السعودي والشعب التونسي. يعني المقطع موجود أمامكم، سبحان الله، أنا لم أتكلم إطلاقا بسوء ولو بحرف، لا عن الملك ولا عن الحكومة، فقط قلت شيء واحد، قلت عار على السعودية، بس لم أحدد. صح عار على السعودية استضافة الرئيس التونسي، عار على السعودية، بس لم أحدد هل هو الملك أو الحكومة أو الشعب. أنا قلت عار على السعودية، بالفعل عار، زي ما عار الآن على الجزائر استضافة الهارب السارق محمد القذافي. هم قالوا استضفناه عشان خاطر استضفنا أبناء القذافي عشان بنته حامل. طب بنته حامل، نحن لا نؤذي النساء في ليبيا، لكن الابن كان حامل حتى هو. فرجاء نشغلوا أدمغتنا شوية، وآسف على الصداع، أنا عارف طولت في مقطع شوية لكن الحديث كان واضح. ورجاء رجاء رجاء أنصح كل من تعرفه، كل من يتمشى معك أو صديقك على الفيسبوك أو على اليوتيوب يقول لا يلعن أبوك أو يلعن دين أبوك أو يا ابن الكلب، رجاء أرجوكم أرجوكم، نحن مأمورين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليتقي الجميع الله في أنفسهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.